الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين
قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت.
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نستغفر الله العظيم. نستغفر الله العظيم. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا يا معبود سبحان الله. سبحان الله وبحمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمه. الله أكبر.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'du. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya in qadarta an tusbiha wa tumsiya laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Thumma qala li ya bunayya wa dhalika min sunnati wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, hai anakku, jika kamu bisa memasuki waktu pagi dan sore hari tanpa ada kedengkian dalam hatimu terhadap siapapun, maka lakukanlah. Lalu beliau bersabda, hai anakku, yang demikian itu merupakan sunnahku. Barang siapa menghidupkan sunnahku berarti ia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku ia akan berada bersamaku dalam surga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, hai anakku, jika kamu bisa memasuki waktu pagi dan sore hari tanpa ada kedengkian dalam hatimu terhadap siapapun, maka lakukanlah. Lalu beliau bersabda, hai anakku, yang demikian itu merupakan sunnahku. Barang siapa menghidupkan sunnahku berarti ia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku ia akan berada bersamaku di dalam surga. Hadis riwayat Tirmidzi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabi sallallahu alaihi wasallam falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha faqalu wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Qala ahaduhum amma ana fa inni usalli al-laila abadan wa qala akharu ana asumu ad-dahra wa la uftir wa qala akharu ana a'tazilu an-nisaa fala atazawwaju abada. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqala antumul ladzina qultum kadza wa kadza ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqudu wa atazawwajun nisaa falamma raghiba an sunnati falaysa minni. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, 3 orang datang ke rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika diberitahu, mereka seolah-olah menganggapnya sedikit, lalu berkata, di manakah kedudukan kami dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah telah mengampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu maupun yang akan datang. Lalu salah seorang di antara mereka berkata, aku akan mengerjakan solat sepanjang malam selamanya. Yang lain berkata, aku akan berpuasa sepanjang masa dan tidak akan pernah tidak berpuasa. Yang satu lagi berkata, aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya. Maka Rasulullah datang kepada mereka dan bersabda, kaliankah orang-orang yang berkata demikian? Demi Allah, sungguh akulah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah dibanding kalian.
Namun demikian aku berpuasa dan juga berbuka, aku mengerjakan solat malam dan juga tidur, aku pun menikah dengan wanita. Barang siapa benci terhadap sunnahku, ia bukan termasuk golonganku. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, 3 orang datang ke rumah istri-istri Nabi SAW untuk bertanya tentang ibadah Nabi. Ketika diberitahu, mereka seolah-olah menganggapnya sedikit, lalu berkata, di manakah kedudukan kami dibandingkan dengan Nabi SAW? Allah telah mengampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu maupun yang akan datang. Lalu salah seorang di antara mereka berkata, aku akan mengerjakan solat sepanjang malam selamanya. Yang lain berkata, aku akan berpuasa sepanjang masa dan tidak akan pernah tidak berpuasa. Yang satu lagi berkata, aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya. Maka Rasulullah SAW datang kepada mereka dan bersabda, kaliankah orang-orang yang berkata demikian? Demi Allah, sungguh akulah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah dibanding kalian. Namun demikian aku berpuasa dan juga berbuka, aku mengerjakan solat malam dan juga tidur, aku pun menikah dengan wanita. Barang siapa benci terhadap sunnahku, ia bukan termasuk golonganku. Hadis riwayat Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahidin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa berpegang teguh pada sunnahku dikala rusaknya umatku, maka baginya pahala satu orang yang mati syahid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa berpegang teguh pada sunnahku dikala rusaknya umatku, maka baginya pahala satu orang yang mati syahid. Hadis riwayat Tabrani. An Malik bin Anas rahimahullahu annahu balaghahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata nabiyhi. Dari Malik bin Anas rahimahullahu, telah sampai riwayat kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku tinggalkan 2 hal pada kalian, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya. Dari Malik bin Anas rahimahullahu, telah sampai riwayat kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku tinggalkan 2 hal pada kalian, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik dalam kitab Al-Muwatta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita lebih mudah mengamalkan dan menyampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادنا،
ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب دينك وحب من يحبك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك وحب رسولك وحب دينك أحب الأشياء إلينا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أسمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليه. تقبل الله منكم.